السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي لديليز دو جليلة. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم مع وصفة جديدة. اليوم غنحضر معكم شوربة السمك اللي كتجي مقومة ولذيذة وسريعة التحضير، تخليها حتى الدقيقة الأخيرة وتحضريها. شوربة اللي ممكن تعتمدي في العشاء ديالك او في فطور رمضان، خفيفة ورائعة بزاف. كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، وما تنسونيش من لي لايك ديالكم والتعليق ديالكم. وإلا كنتي اول مره تشوف الفيديو او القناه ديالي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. بالنسبه للسمك فراه كتستعملوا اي سمك كتوفروا عليه. انا كنتوفر على كميه من الكالامار مع كميه من الكروفيت اللي منقي ومغسول، ومع الكميه من الرايه اللي حيت ليها دوك العظام ديالها وخديت فقط الهبره ديالها، مع نصف ليمونه. وهنايا خديت شويه ديال الكروفيت خليته صايم للتزيين مع شويه من زيت الزيتون ومع شويه من لاصوص صوجا. ندوزو طريقة التحضير. كناخدو طنجرة تنوضعو فيها كمية من زيت الزيتون. انا وضعت نصف كأس من زيت الزيتون. تنوضع معها ديك البصلة اللي قطعت مربعات كيف كتشوفوا معايا. تنشحرها في ديك الزيت مزيان. من بعد تنضيف عليه ديك الخضر الجزر مع البطاطس اللي كذلك لقيتهم قطعتهم مربعات صغيرة. تنشحر الخضره ديالي مزيان حتى كتشحر ليا مزيان. من بعد نضيف عليها العطريه ديالي كامله اللي كتكون من ملعقه كبيره من التوابل ديال السمك، مع جوج اوراق الغار مع اليازير، كميه من اليازير مع شويه الملح شويه الكمون وشويه البزار وضامه البنه ديال السمك. ممكن تستغناو عليها الا ما كنتوش كتوفروا عليها. تنمزج الكل في الطنجره ديالي وتنشحر ديك الخضره مع دوك التوابل باش تمتص لي دوك التوابل كاملين. هنا عفوا نسيت ما ذكرتش معكم بودره ديال الثوم. نسيت ما قلتهاش لكم في الاول. هنا كنضيف تقريبا ملعقه صغيره من البودره ديال الثوم. من بعد ما تشحرات الخضره ديالي مزيان، هنا كنضيف المرق ديال السمك اللي قلت لكم في الاول طريقه التحضير. نعاود نذكركم. انا هنا خديت قشور ديال الكريفيت مع الريوس ديالو وسلقتهم في الماء وضفت عليهم جوج اوراق ديال الغار مع اليازير مع شويه من البودر ديال الثوم وخليتهم تغلاو مزيان. من بعد صفيتهم واحتفظت بالمرق فقط. من بعد ما غلات الطنجره ديالي هنا كنسد عليها وتنخليها طيب
لمدة ديال 10 دقائق حتى كطيب معايا ديك الخضرة. من بعد ما طابت الخضرة ديالي وطابوا جميع المكونات اللي درت كيف كتشوفوا معايا، كنقيسوا الخضرة تنشوفوها تلقاوها طيبة. هنا تنجيب الطحان، كنطحن جميع المكونات حتى كينسجموا مع بعضهم وتيطحن كلشي، كنطحن كلشي ما تنحيد حتى حاجه. من بعد ما طحنت الخليط ديالي كامل وطحن معايا مزيان كيف كتشوفوا ما تيبقى فيه والو، تنخليه حتى كيغلي مزيان وكنضيف ليه السمك ديالي. انا هنا غادي نضيف الكروفيت مع الكالامار مع ديك الرايه اللي قلت لكم، خديت غير الهبره ديالها نقيتها من داك العظام اللي تيكونوا فيها، وغادي نحرك السمك ديالي كله. وغادي نخليه، ما غاديش تخليوه مده طويله. كيف كتعرفوا السمك الا طاب اكثر من القياس ديالو اكثر من القدر اللي خصو يطيب فراه تيقصح معنا، خصوصا الكالامار تيقصح تيولي مجلد. لذلك غادي نطيبو تقريبا 10 دقائق فقط. من بعد ما ضفت السمك ديالي غادي نضيف الشامبينيون او الفطر الاسود اللي كيف قلت لكم تتغسلوه مزيان وتديروه في الماء اللي يكون مغلي، تتخليوه حتى كيتطلق وتتعاودوا تغسلوه مزيان حيت كيكون فيه الرمله تكون عامر بالغبره، وتتغسلوه مزيان وتتقطعوا قطع صغيره. هنا ضفتو وغادي نضيف الشعريه الصينيه ديالي اللي كذلك رقدتها في الماء وخليتها تطلقات وقطعتها كذلك القطع صغيره. وهنا غادي نحرك الكل وغنخلي كلشي ينسجم مع بعضو. من بعد كنعصر عليهم ديك نصف حامضه وتنضيف تقريبا 2 ملاعق من قزبور معدنوس، نسيت ما ذكرتهمش لكم في الاول. وتنخلط الكل جيدا وتنخليه حتى كيطيب داك السمك. كيف كتشوفوا معايا راه دغيا كيطيب. في هاد الاثناء غادي نضيف عليهم لاصوص صوجا. انا هنا غادي نضيف تقريبا واحد ما بين 2 حتى 3 الملاعق ديال لاصوص صوجا وغادي نخلط الكل. بالنسبه للكروفيت اللي وريتكم في الاول اللي كان صاين اللي قلت لكم على قبل الزين، فراه شديتو صوطيتو شويه في المقيله مع شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال البودر ديال الثومه مع شويه الملح مع شويه ديال الابزار. صافي صوطيتو مزيان وخليتو تطاب وتنزين به في الاخير. كيف كتشوفوا معايا راه تتجي خاطره وتتجي رائعه بزاف وتتجي مقومه كيف قلت لكم وكتشبع. كنتمنى تنال اعجابكم وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تجربوها وتخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق وتخليو لي لايك ديالكم الا عجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي ما تنساونيش من الاشتراك ديالكم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونخليكم في امان الله. مع السلامه.